تعالوا نعمل مع بعض احلى تتبيلة فراخ ما تاخدش اكتر من دقيقتين لو للناس الكسولة اللي زيي اللي مش عايزة تضيع وقت في المطبخ. جبت علبة زبادي وحطيت عليها ملح وبابريكا وكل التوابل اللي عندك، اي حاجة بتحبيها، كاري، فلفل اسود، كل التوابل اللي موجودة عندك. قلبي كويس مع بعض، وعلى جنب كده نجيب بصلة ونقطعها شرايح زي ما انتوا شايفين. قطعت البصل شرايح، وعلى حسب ممكن تضيفوا معاهم شوية خضار، ولو مش حابين يبقى البصل بس. وبدأت أشكشك الفرخة في كل حتة عشان التتبيلة تدخل كمان جوه اللحمة بتاعتها، وتبقى طعمها كلها من التتبيلة اللي احنا عملناها. زي ما قلت لكم التوابل دي براحتكم، اختيارية تماما. بس الزبادي كان مطريها جدا ومخليها كده، اللحمة بتاعتها ناعمة جدا. طبعا جواها انا حاطه الكبده والقناصه بتاعت الفرخه، وبصوا تتبيله من جميع الاتجاهات. في الاخر شويه بصلتين كده اللي فاضوا حطيتهم على الوش. وبعد كده جبت الاكياس الحراريه من بره، تتباع عند اي عطار او اي سوبر ماركت. جبتها ودخلت جواها الفرخه، علشان كنت الصراحه كسلانه ان انا لسه اعمل فرخه من فوق، فقلت ارميها في الفرن كده تستوي مع نفسها. ويا دوب عملت جنبها شويه رز او مكرونه اللي انتوا حابينه. بس دي فعلا يعني اسهل الوجبات اللي ممكن تعملوها في الجو الحر ده، وخصوصا ان احنا ما بنبقاش قادرين نقف جنب البوتاجاز كتير. هوب على الفرن، قعدت حوالي من ساعة ونص كده للساعتين الا ربع. بدأت خلاص استوت وخدت وش من بره، تعرفوا تماما ان هي خلاص استوت جدا. بصوا شكلها وريحتها، لو تشموا ريحتها حاجة تحفة. الزبادي مخلي ريحتها حلوة قوي مع التتبيلة رهيبة. بصوا كمان بتتقطع سهلة قوي ومستوية كل حاجة فيها. يا رب تكون التتبيلة عجبتكم. لو مكسلين تعملوا وجبة، دي اسرع حاجة ممكن تعملوها.